أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. أعزائي وأحبائي في الله، الخونة والمدوخين والقطيع، أحييكم بتحية الإسلام. كما قلت في العنوان، هذه المقاطعة أخرجت البغضاء وأبدت البغضاء من أفواههم، لكن هذاك الشيء اللي باقي مخبي العلم به الله. الله يرحم لكم الوالدين يا إخوي. لما شاركوا هذا الفيديو بغيت نوصل رسالة قاصحة إن شاء الله. أنا كنت دائما أختار كلماتي، والله يعلم أنني أحب هذا الوطن وأحب هذا الشعب بدون تفرقة. بالنسبة لي كل المغاربة إخواني في الله، والله لا فرق، الحمد لله. ونحن الحمد لله أمازيغ، وفي الدم ديالنا كل شيء، وصحراوة وكل شيء. حتى واحد ما يتجاوز علينا ولا يكابر علينا يقول لنا كذا ولا كذا، الحمد لله يطلع روس. فلذلك كنت دائما أستسقي كلماتي، أريد أن أوفق، أريد أن أجمع بين الأمة، وأخاف البلاد، لأن الحمد لله العبد الضعيف تابعت كل الثورات العربية وعايشت أصحابها، وشفت كل المراحل التي مرت بها، وكيف أن أولئك الذين كانوا السبب في هذا الهلاك والدمار كيف تسببوا في إفلات الأمور من أيديهم. فاحنا بهذه المقاطعة، هذه مقاطعة فيها أخلاقيات وأدبيات، الحمد لله. هكذا يتصرف الناس الذين يحبون الوطن ويريدون أن يوصلوا رسالة للمعنيين بالأمر، وأن نربيهم المعلم، نردهم إلى رشدهم. لكن هذه المقاطعة للأسف أخرجت أفسد ما فينا. أنا كيتحاب لي واش منتدى منصور عمرو أديب ومصطفى بكري كاينين في مصر، تخرجوا عندنا لقيناهم في المغرب كذلك. باش تخرج هذه البرلمانية اللي المفروض هي صوت الشعب، أنا بعدك غير شفتها ما عرفتها واش جالسة، واش عطينا بالوجه ولا بالقفا، بحال وجهها بحال قفاها، مشرت لها هكاك، تتهم الشعب المغربي بالقطيع. أنا رفعت لكم فيديو شهادة ديال صاحب الجلالة محمد الحسن الثاني رحمة الله عليه، وهو يقول، وهو في عز الشباب وفي عز القوة وفي بداية ملكه، يقول بالكلمة وبالحرف: والله لو كنت أقود هذا الشعب المغربي كالأكباش كما تفعل بعض الأنظمة، لا تار علي ولا أخذ الأسلحة ولا ذهب إلى المساجد ولا ذهب إلى الجبال، ولا يقبل أن يساق كالأكباش. هذه شهادة حسن الثاني رحمة الله عليه، وهو ملك، وطلعت علينا هذه وبغات تكون ملكة أكثر من الملك. فوالله العلي العظيم لو كان هناك عدل وإنصاف لهذا الشعب لن تستمر هذه المقطعة، هذه المجرتلة، هذه قليلة العفة، هذه قليلة الأصل تبقى في البرلمان. لا بد أن يكون هناك أمر سامي من صاحب الجلالة. نحن نطالب، والله نطالب وبشدة، أن تطرد هذه. راه ما بغيش نتلسن عليها، لأن عندها أخوات وعندها أمهات وكذا، لأن نحن للأسف ماشي بحالك، ماشي ملقطين مقطعين بحالك انت الشيطة من فعلك، لأنها لا يتكلم بهذه الطريقة إلا الشيط، لا يتكلم بهذه الطريقة. سبحان الله، فلوسنا كيسلخونا، حنا حاطينك في البرلمان باش تكوني الصوت ديالنا وباش تكوني تمثلينا حنايا زعما كاين، وتقول لهم راه الشعب مقلق وراه مهلوك في معيشته ولا كذا، هادشي لا يجوز وراه عنده الحق، وانا اتفهم انه مقاطع وكذا، وتجي نتيا وتخرقينا بحال هاد الطريقه. تجي توصفينا بالقطيع، وقال لي هذاك اللي عولنا عليه دخل الجامع بلغته. والله العلي العظيم قسما بالله هذا لا يقبل، لا يقبل، والمغاربه ما يقبلوش هذا الشيء. ولا بد المغاربه ان نبغض. اشوف حنا راه مقاطعين، راه ما غنتفكوش، غنبقاو مقاطعين، ولكن اللي خرج علينا شي صرصور ولا شي سراق الزيت خرج علينا بخرجات بحال هذه، ضروري نطالبوا ونوقفوا وقفه شديده، يعطينا اتساع. هذا لا يمثلنا،
هذه اللي كتوصفنا حنا بحال الأكباش. الأكباش هم الذين لن يحسنون تربيتك، الأكباش هم الذين لن يربوك على تحمل المسؤولية، الأكباش هم الذين لن يعرفوا أن يعطيك إحساس بالمسؤولية والإحساس بالاعتراف بالجميل والإحساس بالقيام بالمسؤولية كما ينبغي. أنت صوت الشعب، أنت يا صوت الشعب، وداخله خارجه علينا كتسبي فينا، تقولي لنا حنا القطيع. الحق على هذا الحساب حوليه، مادام كتقولي لنا حنا القطيع وانت المفروض انك اش هذا المستوى، هاد المقطعات هادو هما اللي كيجيو للبرلمان يهضروا علينا. ولا عجب ان تكون الحقوق ديالنا هكا مرزيه، لا عجب ان القوانين لا تحفظ وتستعمل للحفاظ على مصالح المواطن. منين كيكونوا بحال هاد المقطعات، هاد الملقطات هادو، هاد الشيطات هادو هما اللي جالسين في البرلمان. شتي فين وصلتونا؟ كتقولوا لنا نتوما يا هاد المقاطعه هادي خيانه وضد الامن وكتهدد الامن القومي. العكس، والله العلي العظيم لا يهدد الامن القومي الا نتوما. وراه شوف سبحان الله، حنا كنا كناخذوا واحد الاتجاه معتدل وكلامنا متزن ولا كذا، ولكن نتوما ما بغيتوش. نتوما كتجيو تخرجوا داك التخت ديالكم، داك الوسخ ديالكم، مسخين جالسين في البرلمان كيهضروا بهذه الطريقه. هذا لا يشرفنا. وصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله قال لنا تشوفوا ردوا البال شكون اللي غادي تنتخبوا، شكون اللي غيمثلكم. وحنايا دابا قلنا حكاو الواد نقطعوا ورجعوا للصفر. هذا الزبل هذا اللي كيهضر علينا بهذه الطريقه ما بطنيناش بغيناه. ضروري تخرج تعطينا اتساع، والله لا مكان لها في البرلمان. سبحان الله. الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي لا حنايا فاش، حنايا فين؟ حنايا في فاتح مان، فما فاتح مان اليوم العالمي للشغال، راه حتى حاجه ما تبدلات. هادوك ال 27 ولا 19 اللي كانوا خرجوا انذاك في امريكا وتقتلوا وكذا وسبابهم خرج هذا اليوم هذا، فلا شيء تغير. لازمنا نحن مستعبدين. غيروا لنا غير ورشات العمل، كانت ورشات العمل تحت الارض وما كان لا ماء ولا خبز لا والو، وكيخدموا الناس عندهم 10 سنين 9 سنين 8 سنين. اش داروا؟ حيدوا هذا الشيء وداروا لينا شركات زوينه فيها الهواء وفيها كذا، وكندخلوا حنايا لابسين مزيان، ولكن راه نفس الطريقه. مستعبدين كنخدموا بحال الحمير وكنتخلصوا ضعيف وما عندنا لا تعويضات لا اي شيء، وزايدين علينا في كل شيء. وفي اخر المطاف مول الزروطه اللي الفوق ديما هو اللي كيستافد. باش تجي هاد المقطعه هادي وتعيرنا حنايا بالقطيع. والله العلي العظيم انا اتكلم فقط ولا فخر غير على عائلتي. انا اصغر خالاتي ولا خواتاتي والله لا تليق هادي حتى تكون عندها غير تغسل ليها رجليها ولا تسيري ليها صباطه، قسما بالله العلي العظيم. ويوليو بحال هاد المسخات هادو يبداو يسبونا حنايا وبداو يتهمونا ويقولوا لنا القطيع، واحد يقول لنا الخونه ولد الخائن، وواحد يقول لنا المدوخ يا ولد المدوخه. صافي وصلنا حتى لهاد الدرجه تخرجوا معنا حتى لهاد الاسلوب. قسما بالله كما قلنا لكم لقد اعذر من انذر. شي نتوما حركتونا، كنا بغينا نبقاو ناخذوا هذيك الوسطيه ومزيانه، والله يهديكم علينا. وانتم تبداو تخرجوا لينا حتى بحال هذوك عبروا اديب وكذا، وتبدا تقولوا لنا يا الخونه يا كذا، واللي ما عجبوش الحال يمشي يسكن في شي كونطرا. قال الاخر قال لك هادشي لعب الدراري، اللي ما عجبوش يمشي للاتساع، ولا مالا خليها لك باك. انتم كلكم راه ورثتوا المغرب غير بتعاملكم مع الاستعمار، لا اقل ولا اكثر. ولكن حنا هما اولاد المجاهدين معنى الكلمه، اللي قاموا المقاومه وكذا واحتضنوا المقاومه وكل شيء. ولكن حنا عملنا هذا الشيء كله لحريه الوطن ولارجاع الملك. حنا من احيا ثوره الملك والشعب، ماشي نتوما الخونه. وتجيو تبدا تسبوا فينا وتبداو تطعنونا بالخيانه وتطعنونا بالتدوخيت وتقولوا لنا قطيع. والله الا سرنا. اهلا بكم جميعا على قناه اخبار الساعه. أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. أهلا
بكم جميعا على قناة أخبار الساعة.